اهلا بكم مع ماهر حمزه. موضوع الدفع باللعيبه وتكرار اشتراك اللاعب بيفرق ولا ما بيفرقش؟ يعني لما يكون عندي لعيب المدرب مقتنع بيه جدا وبيشركه دايما وهو مستوى مثلا 6/10، هل مع كتر الاشتراك والتكرار مستواه هيعلى؟ ده اكيد. ولذلك وبالذات في مركز حراسه المرمى، انت ممكن يكون عندك حارس مرمى مستواه متوسط، ومن كتر ما اشترك في المباريات بعد فتره بيبتدي يعلى، وبتبتدي الناس تقول والله ده مستوى كويس. فلما بيكون المدرب مقتنع بلاعب، اللاعب ده بيبقى حظه كويس قوي، لانه كتر لعب المباريات بيديله خبره، بيديله احساس الملعب اكتر، بيصلح اخطائه، اقتناع المدرب بيه كمان بيعليه نفسيا، وده بيكون في صف اللاعب بكل تاكيد. لذلك في ناس كتير بتزعل قوي، يقولوا المدرب الفلاني مدرب الفرقه الفلانيه دي بيلاعب في لعيبه كده بيشركها وهي مستواها مش عالي. هو ايه هدفه؟ بيعلي مستواهم، هو مقتنع بيهم، وبيجي على حق بعض لعيبه تانيه. الخلاصه اللي انا عايز اقولها ان كتر اشتراك اللاعب بيعلي مستواه، وقله اشتراك لعيب تاني ممكن يكون كان هو احسن منه او متساوي معاه، بس الحظه وظروفه ان المدرب مش مقتنع بيه، فبيقل اشتراكه، فبيقل مستواه، وتبتدي بقى تحس ان الكفه، وده بالذات في حراسه المرمى قلنا واضح جدا جدا على مدى السنين. مدرب اشترك فتره طويله فعالي، لعيب حارس المرمى اشترك والمدرب مقتنع بيه، وفي نفس الوقت لعيب تاني حارس مرمى تاني ما لقاش نفس الفرصه، فحبه قل، قاموا الناس كلهم اقتنعوا والخبراء قالوا فعلا هو مستوى مش عالي. ليه؟ نتيجه ان هو قله اشتراك. يبقى الدفع باللاعب كثيرا والتكرار بيعلي مستواه، وبيؤكد نظريه ان المدرب كان عنده حق، رغم ان هو ممكن لو كان ادى الفرصه لواحد تاني كان بقى احسن.